شايفين ازازة البرفان الميني دي؟ النهاردة هنعمل بيها فكرة تحفة، وجبنا كمان القطعة بتاعة اللومات دي وفكيناها، وبعد كده بدأنا نعمل عجينة الجبس والمية وصبيناها في القطعة دي. بس اهم حاجة نكون دهنينها اي زيت موجود عندنا. بعد كده سبتها تنشف شوية وبدأت ان انا اثبت فيها الازازة بتاعة البرفان، وبعد كده بقى سبتها نشفت خالص وخرجت معايا بكل سهولة زي ما شفتوا كده، وكان السبب ان انا كنت دهناها بزيت. وبعد كده بقى جبت خيط الخيش ال3 مللي وهبدأ ان انا الفه على الازازة. اللي حابب ان هو بقى يعمل نفس الفكرة دي بس بالوان، هنستخدم دهان البلاستيك الGLC النص لمعة، وهتجيبي مركزات الالوان واعملي بقى الالوان اللي انت عايزاها. بس انا بحكم شغلي هو ده اكتر ستايل بيكون مناسب معايا. خلصت الازازة وبعد كده بقى جبت خيط الخيش المجدول خيش فوق، وهبدأ اعمل اول خطوة في الكوسترات على ايدي كده، وبعد كده حطيت شمع وبدأت ان انا اثبت في نص القطعة اللي معايا اللي انا عملتها بالجبس، وبعد كده هبدأ الف داير ما يدور، وهثبت في كل خطوة انا ماشياها بشمع. وكده الفكرة هتكون جاهزة معانا. عملنا عش الغراب، هو بيكون حلو جدا في ديكور فصل الخريف وفصل الشتاء. تقدري بقى انت تعمليه باي لون انت عايزاه، سواء بالخيوط او باستخدام كمان دهان البلاستيك. ما تنسيش تكتبي لي رأيك وقولي لي هتطبقيها وعجبتك ولا ايه.